اهلا وسهلا بحضراتكم. يا ريت يا جماعه ما تغيروش الفيديو، ما حدش يقفل الفيديو، خليكم معايا. اول مره ابدا البدايه دي، اول مره اطلب من حد انه يستمر معايا في الفيديو النهارده. بس عايزك تخليك معايا لان هتكلم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع حسين الشحات اللي اتشتمته بسببه كتير جدا. اتشتمت بالام واتشتمت شتيمه وحشه جدا، يعني ما اقبلش ان انا اشتمها لحد وما اقبلهاش برضه على نفسي، لكن مش هرد الاساءه باساءه، لكن هوضح شويه حاجات. انا عملت فيديوهين يا جماعه، فيديو عن محمد الشيبي اللاعب المغربي اللي قلت عليه لاعب مستفز والمغاربه شتموني وادوني ما فيه الكفايه، وعملت فيديو تاني عن حسين الشحات نفسه وعن ان هو اخطأ، ان هو سب الدين اولا، وكمان ان هو ضرب اللاعب بالقلم. طيب النهارده مش هقول رايي الشخصي، انا هقول لحضراتكم ملخص الاراء اللي زملائنا او لعيبه الكوره زملائنا قالوها. مجموعه من اللعيبه القدامى في جروب من جروبات الكوره في اسكندريه المشهوره جدا، جروب اسمه جروب شباب زمان. مجموعه من لعيبه الكوره المحترمين اهلاويه وزملكاويه اتكلموا في موضوع حسين الشحات وخدنا رايهم، وهقول لكم ملخص اللي قالوه، وهجيب كمان كل واحد كلام سريع كده، كل واحد من اصدقائنا ومن كباتننا قال ايه. بس هكرر لك تاني، ما تزهقش وخليك معايا لنهايه الفيديو عشان نوصل. بس هل حسين الشحات فعلا محق في اللي عمله ولا لا؟ سالنا كل واحد من الكباتن اللي استضفناهم 3 اسئله. بتشجع نادي ايه؟ ايه رايك في اللي عمله حسين الشحات مع محمد الشيبي في مباراه بيراميدز؟ حسين الشحات قال بعد المباراه ان الشيبي شتمه بالام والاخت اثناء المباراه، عشان كده كان رد فعله العنيف. هنشوف ردودهم قالوا لنا ايه الاول وبعدين نرجع لحضراتكم. كابتن هشام عياد، واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. زملكاوي كابتن علي. هو حسين لعيب كبير، يعني مفيش خلاف عليها، الراجل لعيب محترم، بس اللي عمله ده حاجه مش كويسه في حقه هو قبل حق الجمهور وحق اللعيبه وحق اي حد. اللي هو عمله ده شيء مش هيسكر له هو كده في طول عمره ان الراجل ده غلط. في الراجل مش غريب، سيبك من غريب في لعيب الكوره. الراجل ده عامل فيك حاجه، شتمك، عامله، انت عندك ملعب رد فيه، لا سب ولا اشتم ولا اضرب، ملوش لازمه. وهو لعيب كبير حسين، بس عشان من ايه نديله حقه. بس بيقولوا برضو كابتن ان حسين معاه مبرر ان الشيبي شتمه في الملعب، شتمه بامه واخته. بص حتى لو شتمه انا ما اسيبلوش بالدين، ما ينفعش اسيب له بالدين، ما ينفعش اروح اضربه بالقلم، ما ينفعش. يعني كله شاف. انت عارف المشكله ليه؟ ان الكاميرات كلها كانت ساعتها معاه. انت عارف لو الكاميرات كانت بعيده كان ممكن الموضوع ما فيش مشكله، لكن الكاميرات كانت معاه وجايبه صوت وصوره. بيتقال ان الشيبي لعيب مستفز وبيحاول يخرج اللعيبه عن شعورها، وده حصل قبل كده. بص يا كابتن حضرتك، اي لعيب، حسين مستفز والشيبي مستفز، اي لعيب هو بيبقى طريقته كده. انت شافه استفزاز، استفزه زي ما استفزك، ما تشموش ما ضربوش. اصل ده مش مبرر ان انا بستفزك تروح تمد ايدك عليا، ما ينفعش يا كابتن علي. كابتن مرعب وعد، واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. لا اهلاوي يا كابتن، ما ينفعش كابتن، هو غلطان، ما ينفعش يحصل اصلا الكلام ده. طيب وبيقولوا ان او الشحات بيقول ان اللعيب شتمه سبه بامه واخته. يا كابتن حتى لو شتمه كابتن ما المفروض في ساعتها يرد عليه. يعني هو قاعد يجي بعد سنه ويمسك الراجل ويديله بالقلم ويسيبه بالدين، ما ينفعش يا كابتن. تقصد ان كان لو رد فعل كان هيبقى رد الفعل في ساعتها؟ رد الفعل في ساعتها، ما ينفعش استنى كل ده وبعد كده احسن من اللي حصل ده، ما ينفعش يا كابتن. كابتن عصام ماهر، واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. اهلاوي. بص يا كابتن، الكوره فيها كتير في الملعب، من نرفزه، من ممكن يكون الراجل خرج عن شعوره، وده طبعا احنا رافضينه كلفظ. بس انا عاتب على اداره النادي الاهلي والرمز بتاعنا الكبير الكابتن محمود الخطيب، ان هو كان لازم يعني يدي حسين الشحات ولو شهر عقوبه عشان يعني يضرب بيه المثل بالنسبه لجميع اللعيبه، لان الاهلي قيم ومبادئ. وبعد كده نتكلم في الكوره. انت كنت عايز العقاب يجي من الاول يا كابتن، من داخل النادي، من الاداره. الكوره والعركه بتاعه اللاعبين ترجع للجنه التحقيق، ايه اللي حصل ما بين الاثنين لعيبه. لكن انا عاتب على اللفظ بس، وكان محتاج تحرك من الاداره ولو بشده ود لحفظ كيان النادي الاهلي اللي كان فيه صالح سليم، وكان فيه ناس ما كانتش هترضى باقل من كده، ما كانتش هترضى بيه. كابتن ايمن غنيم، واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. زملكاوي، اللي حصل طبعا ده ما ينفعش ولا يرضي ولا اهلاوي ولا زملكاوي طبعا، وعيب جدا اللي حصل. اسلوب مش النادي الاهلي اصلا ولا المفروض يتعاقب عليه كابتن حسين الشحات. بيتقال يا كابتن او قال حسين الشحات ان الشيبي شتمه بامه واخته. ده امتى ده كابتن؟ في الملعب يعني بعد المباراه؟ لا اثناء المباراه. اثناء المباراه. طب هو ما ردش عليه في ساعتها ليه في اثناء المباراه؟ طبعا كلنا شفنا كره زين الدين زيدان، اللاعب شتمه وفي ساعتها رد الفعل بتاعه ما هموش ان هو يطرد ولا اي حاجه وضربه. لكن كابتن حسين ادام هو صبر لبعد المباراه وعدى الكلام دوت، لو حتى دقيقتين 3 ما ينفعش ان هو رد الفعل بتاعه يبقى بالضرب دوت، واحنا طبعا ما سمعناش الكلام ده اللي حصل. كابتن محمود العلامي، واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. اهلاوي، تصرف مرفوض طبعا،
حاجة مشينة في رد فعله ان هو سب الدين، مش ينفع يسب الدين خالص. ممكن رد عليه بأي طريقة غير طريقة سب الدين، فهو تصرف مرفوض طبعا. في كذا رد للموضوع، بس ما كانش ينفع ان هو يمد ايده عليه او يسب له الدين. كابتن يوسف علام واحد من نجوم الكره الخماسيه في اسكندريه. حلو طبعا يا كابتن. هو الطبيعي ان حسين الشحات في الاول غلطان، ان اللعيب الشيبي ده ذكي قوي. اللعيب ده عرف ينرفزهم وعرف بيخرج، لعيب ذكي بيخرج اللعيبه عن الكوره خالص في الماتش. ولكن حسين الشحات المفروض يبقى اقوى من كده، يبقى لعيب بيلعب في النادي الاهلي، لعيب كان بيعمل حاجه في الملعب عايز يعملها وعملها، وخلاه يطلع يخرج عن شعوره ويعمل اللي عايزه خلاص كده. انت شايف انه ذكاء من الشيبي؟ لعيب ذكي كوره. اغلب الناس ايدت الراي اللي احنا قلناه في الاول ان حسين غلطان يا جماعه، غلطان لان ده مش سلوك النادي الاهلي. عمر النادي الاهلي ما كان بيتعامل بالطريقه دي. محدش يقول لي انت طلع واحد قال لي انت تقبل على امك واختك. يا سيدي لو رد الفعل اللي عمله حسين الشحات كان رد فعل مناسب كان عمله في اللحظه اللي اتشتم فيها، زي ما حصل من زين الدين زيدان في الملعب. ومش معنى كده انه ببرر اللي عمله زيدان. الانسان لازم يكون عنده دم ولازم يكون عنده غيره على عرضه، ما اختلفناش، لكن انت شخصية عامة يا جماعة. لازم نفهم النقطة دي. اكبر روس في البلد في الكرة والاقتصاد والسياسة بيتشتموا، لو كل واحد رد الشتيمة بشتيمة مش هنخلص. كده هنبرر للشيكابالا اللي بيعمله واحنا بنلوم عليه، كده هنبرر لعيبة كتير بتشتم وبتهين اللي هم بيعملوه واحنا بنلوم عليهم. احنا مش بنقول اللعيب ما يبقاش عنده دم، لكن بيقول التصرف يكون على قدر قيمتك في المجتمع. خد حقك بالقانون، خد حقك بالاصول، لكن ما تغلطش بالطريقه اللي غلطت بيها يا حسين. حسين الشحات لعيب محترم ما اختلفناش، لعيب كوره ما عليهوش خلاف، لكن في النهايه غلط. مش عيب ان حسين يطلع يعتذر، والله ما عيب. كنا مستنيين النادي الاهلي هو اللي يعاقبه، لكن الموضوع راح المحكمه والنادي الاهلي مش عايز يتدخل ويكون طرف في المشكله دلوقتي. يمكن ده اللي اخر عقوبه النادي الاهلي او تدخل الكابتن محمود الخطيب، لكن في المجمل انا لخصت الموضوع وقلت ان محمد الشيبي فعلا لاعب مستفز، واستفز لاعبي وجماهير النادي الاهلي باكتر من طريقه وفي اكتر من مره وفي اكتر من مناسبه، وده ما يجبش. انت ضيف عندنا في بلدنا، احترمنا عشان نحترمك يا شيبي. انت لعيب كوره كويس جدا، لكن على مستوى التشجيع انت ما انتش اهلاوي ولا انت زملكاوي ولا انت يعني محتاج ان انت تعمل كل اللي بتعمله قدام النادي الاهلي وجماهيره ولاعيبته. كمان حسين الشحات اللي لومنا عليه، انت يا حسين لعيب كبير وقيمه كبيره جدا، وكان الاعتذار كفايه جدا. وايا كانت العقوبه اللي انت هتاخدها، اذا كان الماتشين اللي توقفوا او عقوبه اكبر من كده، كان لازم تتقبلها ان انت اخطات، ودي مش نهايه العالم. وحسين الشحات لعيب كبير وتاريخ كبير، مش احنا اللي هنعدل عليه. ده كان رايي وده كان ملخص للموضوع. شوف حضراتكم على خير.